صينية فراخ بطريقة سهلة وجديدة وطعمها روعة. بجيب هنا عندي صينية، بنزل فيها معلقتين من الزيت، حوالي بصلاية كبيرة كده متقطعة جوانح، عليهم 3 4 فصوص من التوم المفروم، فلفل أخضر متقطع صغير، ملح فلفل، وبقلبهم مع بعض كويس. بعد كده بنزل عليهم بفلفل أخضر رومي متقطع مكعبات يتشوح معاهم. بعد كده بنزل بالفراخ، ملح فلفل، معلقة كبيرة من البابريكا من الكاري، معلقة كبيرة من الكاري. بسيبها بقى كده في الصينية لمدة 7 أو 8 دقايق على الجنبين لغاية ما تاخد لون حلو كده، وبروح نشلاها زي ما انتوا شايفين. وبروح جايبة حوالي 2 أو 3 من الطماطم الصغيرة وبقطعها مكعبات، وبقلبها كده في قلب الصوص الحلو ده، وبحط عليها حوالي كوباية صغيرة من الزبادي، وعليها عصرة ليمونة كبيرة، كوباية صغيرة من الزبادي، عصرة ليمونة كبيرة، وبقلبهم كده مع بعض كويس لمدة دقيقة. بسيبهم بس كده مع بعض دقيقة. بعد كده بجيب الفراخ اللي انا نشلتها في الاول وبنزل بيها كده عليهم، بنزل بقى كده بالفراخ كلها، عليها كوباية الا ربع من المية المغلية، وبدخلها الفرن درجة حرارة 200 ساعة بالظبط، وتطلع بالشكل القمر ده.